الماسك اللي انت هتعتمديه من هنا لرمضان عشان بشرتك تبقى صافيه وكمان بيضه متوحده، كمان بشرتك هتبقى افتح من بشرتك العاديه 3 درجات على الاقل. ايوه زي ما انت سامعه كده، ازاي بشرتك تبقى فاتحه وبيضه من غير ما تحطي ولا نقطه من المكياج، والاهم ان هي تبقى متوحده وكمان ما فيهاش ولا بقع ولا تصبغات ولا اثار حبوب ولا اثار تعويض. بشرتك هتبقى عامله زي الازاز حرفيا، ما فيهاش ولا اي علامه، والاهم ان هي تبقى فاتحه 3 درجات 4 درجات على الاقل. كمان هيشد معايا التجاعيد، هيزيل معايا الخطوط الرفيعه. لو انت عندك خطوط حوالين العين وبتضايقك، في خطوط في الجبهه، كل ده هيروح تماما وهيفتح بشرتك وكمان هيصفيها وهيشد البشره ويزيل التجاعيد. ايوه كل ده في الماسك الخطير ده. الماسك ده نينجا، مش هتحتاجي ان انت تحطي ولا نقطه من الميك اب. بجد بشرتك من هنا لرمضان لو اعتمدتي الماسك ده خلاص انسي ان انت تحطي مكياج، بس بجد بشرتك هتبقى صافيه جدا. اهم حاجه لو انت اول ما تشوفيني دعميني باللايك واشتركي في القناه عشان باذن الله يوصلكوا كل جديد، وانزلوا في الكومنتات صلوا على النبي كتير جدا. وتعالي بقى شوفي الماسك اللي انت هتعتمديه وخلاص مش هتبطلي ان انت تستخدميه، لانه ببساطه سهل ومن مكونين اتنين بس. ايوه زي ما انت سامعه كده. طول ما انت بتتفرجي معايا على الفيديو صلي على النبي كتير جدا، وعايزه اقول لك ان شاء الله تاخدي احلى نتيجه. اول مكون معايا هو المكون النينجا في تفتيح البشره، ازاله الخطوط الرفيعه، ازاله التجاعيد. حرفيا هو ده بديل الفيلر اللي انت تستخدميه، فعلا بديل الفيلر والبوتوكس اللي انت تستخدميه لبشرتك عشان تخلي بشرتك صافيه وما فيهاش اي تجاعيد ولا اي خطوط رفيعه. وهو طبعا النشا. النشا يا جماعه ده خطير للبشره للجسم لاي حته تحطيه عليه. خدت كده معلقه صغيره، تقدري ان انت تضاعفي الكميه، انا بس بديكي الفكره. الكميه دي هتكفي بشرتك. عايزه تعملي بقى لايديكي، عايزه اقول لك خطيره. لو ايديك متبهدله من غسيل المواعين وغامقه والعقل عندك سمراء، استخدميها. وحلوه قوي كمان، بتدي ملوى كده للايد، لان هي بتزيل زي ما قلت لكم الخطوط الرفيعه وكل ده، وبجد هتخلي ايدك شكلها متوحد وخطيره. تاني مكون معايا والمكون اللي فعلا خطير لو انت حطيتيه على بشرتك، بيزيل اي خطوط رفيعه، بيزيل التجاعيد، بيبيض بشرتك 3 4 درجات. فعايزه اقول لك يعني الاحلى ماسك ممكن تستخدميه. عشان كده بقول لك هو ده مش هيخليكي تحطي ولا نقطه من الميك اب، لان ببساطه هو بيعمل على تعديل البشره وكمان ازاله اي غمقان في البشره، ازاله اي بقع في بشرتك، كمان بيوحد لون البشره. هو طبعا تاني مكون معايا مكون الدقيق الابيض. الدقيق الابيض ايوه زي ما انت سامعه كده، الدقيق الابيض ده سحر عندنا في كل بيت، معجزه للبشره حرفيا يا جماعه. تفتيح تلاقي بيعمل معاكي تفتيح، كمان بيزيل اي غمقان في البشره، بيوحد لون البشره، والاهم ان هو بيزيل معاكي التجاعيد. يعني مهما كان سنك فوق ال50 حرفيا البشره هتبقى اكنك بنت عندها 20 سنه. وقلبت بقى كده كويس جدا. اهم حاجه ان انت تتاكدي ان كل المكونات اندمجت مع بعض. بصوا بقى الوصفه دي سهله وبسيطه، من مكونين اتنين بس النتيجه بتاعتها نينجا. من اول استخدام هتشوفي نتيجه حلوه جدا، وكمان لو استمريتي عليها. تالت حاجه معايا وهي طبعا ميه الورد. ميه الورد بتدي نضاره، بتدي لمعه في البشره، بتدي نعومه حلوه جدا وترطيب، بتخلي بشرتك شكلها فريش حتى بعد ما بتشيلي الماسك من على وشك. وهو ده المهم لو انت عايزه بشره صحيه وكمان من غير ما تحطي ولا نقطه من الميك اب. بصوا بقى كده يا حلوين، انا هستخدم ميه ورد. انت ما عندكيش ميه ورد وعندك ميه زهر، حلو جدا نفس النتيجه. بصوا خدت كده حوالي معلقه وهقلب وهرجع طبعا هحط تاني، بس انا عشان مش عايزه الماسك يسيل مني ولا في نفس الوقت عايزه يبقى فيه تكتلات، شايفين كده اهو. وابدا برضو ان انا احط حوالي كده معلقه تاني. خدت حوالي كده معلقتين وهقلب لحد ما القوام معايا يبقى مظبوط. هوريكم. بصوا بقى كده يا حلوين، خلاص انا قلبت كويس جدا لحد ما القوام معايا زي ما انتم شايفين كده خطير. بصوا ولا هو فيه تكتلات ولا برده فيه ولا هو سايل قوي معايا، هو ده القوام المظبوط. هو كده جاهز معايا خلاص. هكون في الوقت ده غاسله بشرتي كويس جدا، متاكده ان هي ما فيهاش اي بواقي من الميك اب، وتبداي ان انت تفردي على بشرتك الماسك ده لمده ربع ساعه. بعد ربع ساعه اغسليه بميه دافيه وشوفي النعومه، شوفي قد ايه بشرتك افتحت، شوفي كمان قد ايه بشرتك مشدوده والخطوط شكلها اتحسن جدا. استمري على الماسك ده او الوصفه دي لحد ما رمضان يجي، وشوفي قد ايه بشرتك اختلفت، وبجد هتختلف 180 درجه من اول استخدام. هتشوفي النتيجه فوريه، وهو ده حلاوه الماسك. ومن مكونين بس هتخلي بشرتك، هتصلحي عيوب بشرتك وهتخلي بشرتك بجد ممتازه وبشره صحيه من غير ولا نقطه من الميك اب. بس كده يا حلوين، لو وصلتوا معايا لحد هنا وعجبكم الفيديو يا ريت تدعموني باللايك وتشتركوا في القناه، واهم حاجه انزلوا في الكومنتات صلوا على النبي كتير جدا، وان شاء الله تاخدوا احلى نتيجه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.